مرحبا عزيزي الشاب، إذا رماك حدا بشوكة فيفضل إنك ترميه بوردة، طبعاً ما تنسى المزهرية بالإضافة للطاولة تحطه فيها على راسه، وإن شاء الله حتكون إنسان ناجح بالمجتمع وما حتكون حيوان. وكالعادة هدفنا بهالحلقة هو 25,000 لايك بالإضافة لتوصيل القناة لل 200,000 مشترك خلال هذا الأسبوع. وما تنسوا تشوفوا أول تعليق تحت مثبت بالتعليقات في شاب اسمه علي مرسال، ما تنسوا تفوتوا تشيكوا على قناته لأنه هو شاب يوتيوبر كتير محترم ومن فريقنا. خلونا نبلش الحلقة، يلا. برنامج ديشكو والمشاهير يأتيكم في تمام الساعة 7 بتوقيت الفلبين. بين عامين 2015 و2017 تركيا احتضنت اللاجئين السوريين بشكل كبير. طبعا هذا الشيء ما بننساه وبنحطه على عيننا وراسنا، بس ما بننسى انه تركيا صارت مثل التواليت، يلي جوا دايق خلقه وبده يطلع لبرا، ويلي برا عم يجعوا بطنه ومزروق بس بده يفوت لجوا. طبعا مع احترامنا للشعب التركي الشقيق، سمعتوا شو بده؟ قال عم يتشكر الشعب التركي. الله وكيلكم لما كنت اشتغل بتركيا، لما كنت ارجع من الشغل حط راسي ونام، وانا نايم شوف بمنامي اني عم بشتغل، واصحى الصبح مثل الحمار ارجع اروح على الشغل. قضيت حياتي بتركيا شغل وشغل، هو قاعد عم يتشكر. بالمناسبه استاذ محمود مخللاتي، انت محمود مخللاتي ولا محمود مخللاتك؟ محمود مخللاتي ولا مخللاتك؟ حلوه هي. كان مهضوم بخش القلب، مبين عليه من مواليد برج الكلب. بالفترة الأخيرة اللي كان فيها الشعب السوري ملتهي بالمشاكل اللي عم تصير معه خاصة بتركيا، كان الشباب السعودي عم يطور نفسه بمجال السوشيال ميديا، من بينها برنامج سوار شعيب. برنامج سوار شعيب بالموسم الأول كان فاشل، أما الموسم الثاني فكان ناجح، والسبب كان يتناول يعني ياكل، قصدي يتناول إنه يحكي عن مواضيع شبابية بكل جرأة وشفافية. صاير مثقف يا بخش القلب. محمود احكي لنا شي نكتة. برو مالك شايفنا عم نصور هلا، شو نكتة ما نكتة؟ حلوة اعطيني واحدة غيرها. قتل حاله، كان مهضوم بخش القلب. بشهر ابريل العام الماضي صارت مشكله بين الاستاذ شعيب راشد مقدم برنامج سوار شعيب بالاضافه للاعلاميه حليمه بولند. طبعا المشاكل صارت كثير متازمه، وانا حابب احكي عن هذا الموضوع رغم انه صار له سنه، بس معلش يعني ان تاتي مبكرا خيرا من ان لا تاتي. متاخرا ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي. حليمه بولند اتهمت الاستاذ شعيب راشد انه عم يتدخل بخصوصياتها وخصوصيات منزلها، والعياذ بالله. انا لما رحت كنت عارفه ستايل البرنامج، انه بالعكس انا عندي ثقه كبيره بنفسي، فبالتالي رايحه وماخذ الامور كلها من باب الغشمره والضحك. من يوصل الموضوع لاقتحام حرمه بيتي واقتحام خصوصياتي، اعتقد هذا خط احمر. دخيل الله، انا دخيل رب البراءه. انا كل ما بشوف بنات حلوين بقعد بصير افكر بيني وبين حالي، معقول هدول البنات بيدخلوا على الدبليو سي يعني التواليت وبيعملوا شغلات مثلنا يعني؟ فشو الترتيب؟ في حدا غيري معاق ولا بس انا؟ على كل الاحوال استاذ شعيب بنصحك انه ما عاد تعمل مقابلات مع نسوان، لانه انت بس زعلت المراه او الانثى بكلمه واحده صدقني بتجتمع هي ورفقاتها وبصيروا بيصلوا جماعه وبيدعوا عليك. نصيحه يعني، موضوع حياة وموت، موضوع جدي وستي الله وكيله. مشانك ببرنامج فك الشفرة سألوا الإعلامية حليمة بولد نفس السؤال، وكانت ردة فعلها كالتالي. هيدا هو السؤال. أنا ما عندي مانع أعرض السؤال على الهواء، ولازم أعرضه لأنه العالم كانت تسأل كثير عن هيدا الموضوع. لا خلص بس لحظة عن جد، بس خلص ما فيني عن جد. لا كثير ما كان هيك. لا شو عم تصور انت يعني؟ شو يعني عم تصور شو؟ طب حليمة لا عمار ليش عم تصور انت؟ شو عم تعمل؟ طفي الكاميرا، طفي. يا زلمه سبحان الذي خلق. قال رح طفى الكاميرا، عم قل له طفي، عم مزح معه، عم رح طفى الكاميرا. خلونا نحكي شوي عن برنامج Arabs Got Talent. أثناء مشاهدتي لأحد الحلقات يا الرابعة يا الخامسة طلع متسابق غريب وبصراحة لفت نظري. خلونا نشوف الفيديو. ذكرني بحالي هو فايت هيك رافع ايده وعم يسلم. تذكرت حالي لما كنت بالمدرسه وكان الاستاذ يعطيني شيء وراه ويقول لي روح اعطيها للاستاذ يجنبنا، وانا فوت على الصف حس حالي مبعوث من الامم المتحده وكل الطلاب عم تطلع علي، وهذا فايت على الصالون اهلا. بعتقد انه هذا الشاب مخربط، وبدال ما يجي على Arabs Got Talent المفروض هو يروح على برنامج مبتسمون رغم الاعاقه. ضمن الشو. هيدا شو ولا مش شو؟ استنى سيبوا
5 ثواني. ده مش شو، هيدا شو ده أغمى عليه. انه بحياة ربك ما اجاك النوم غير هلا؟ انا واثق انه هلا هو نايم عم يدعي انه ان شاء الله تحترق اللمبه مشان ينام بهدوء، ما لح ايدي عليه، على الله يوفقك بس. لا بس هو وقع مهله. وقع مهله؟ شو؟ يبعت لك حال. على كل الاحوال هون بتكون خلصت حلقه اليوم، شكرا كثير لكم، شكرا كثير لمتابعتكم. اذا لاحظتوا شوي الصوت كان في ضجه لانه انا عم صور بمكان عام، فما حبيت اقطعكم كالعاده، رغم اني عم مر بظروف كثير صعبه، بتمنى انه تتفهموا اموري. اما هلا خلونا نطير لفقره شنو هذا يا 1 2 3 4 5 6 شنو هذا؟ تخيل انك مولود جديد ومتسطح على ظهرك سنه كامله وعم تتفرج على السقف، ويجي واحد طالع من شغله او خاطب جديد فرحان بحاله وانت بتكون قرفان حياتك ويقعد يقول لك انكوغي انكوغي. هذا الموقف صار معي لما انا كنت صغير، مشان هيك لما كبرت صار اسمي محمود يشكو وصرت الانسان الفضائي الكمخ. خلونا نشوف مقطع فيديو من فيديوهات محمود يشكو ونشوف شو هي ردة فعلنا. على فكرة أحلى شيء بالإنسان إنه يكون عفوي وبيعمل أي شيء بده إياه قدام الناس وعلى الشاشة بشكل عفوية. الله يسود وشك يا رب، إنه ضروري تعبر عن مشاعرك يا بخش القلب. ذكرتني بالشاب اللي بفوت على الفيسبوك وبيكتب صباحكم أنا. بالمناسبة يا جماعة صباحكم أنا انقرضوا ولا لساتهم موجودين؟ صباحكم أنا. الأستاذ الفاضل ترك شغله وانتقل للتجارب الاجتماعية بأمريكا، الله يسود وشه يا رب. خلونا نشوف أحد هي التجارب. اخرب راسي، حاس حالي عم بيع ستيانات وبضل بزق الجمعة. كمان يا يخرب بيتك شو بدي حاجيك، حدا بيقول كلمة ستياني على الهوا؟ الله يسود وشك يا رب، لك ما عندك كلمة تبيض بوجهك. بالمناسبة أنا زلمة مقفل، إذا ما لقيت حدا قفل عليه فبقفل على حالي، واللي بده يشوف هدول المقاطع بيحسن يرجع بقناتي ويشوف الفيديوهات لأنه كانوا كتير حلوين بالرغم من بعض الأخطاء اللي كانت موجودة فيهم. على كل الأحوال مو مشكلة، خلينا نطير لفقرة سين وجيم. throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. بالحلقة الماضية سألتكم سؤال، والسؤال كان شو هي العادات السيئة الموجودة عند العرب؟ وكانت التعليقات كالتالي: بتروح لعند رفيقك وبتقول له فلان مات، بيقول لك عن جد مات؟ لسه امبارح كنت شايفه. يعني بخش القلب وإذا شايفه جددت له الإقامة يعني ما بيموت؟ شعبنا يوم الجمعة بيخلع صحنين فول وراسين توم وبيجي على الجامع وبيقعد جنبي وبصير بينفخ، ويا الله يا الله، وبنفسي يخلعه بخص طيره لعند الإمام خليه ينفخ على المضبوط. الأم السورية بس تفوت وتشتري من محل بتقول له راعينا نحن زباينك، بعد ما تاخذ الغراض لتاخذ قطعة ثانية بتقول له راعينا أول مرة بنجي لعندك. بالفعل هي بتصير معي كثير اهلك بدقوا عليك باب غرفتك، انت بتقول لهم مين؟ بيقولوا لك انت هون؟ لا والله انا مش هون بس تركت لساني بالغرفه. اذا حدا ضيع شغله بيقول لك قوم بركي هي تحتك، شو شايفين مستودع؟ الحجة بتروح على العرس وبترقص مثل بنت 14 وبتنزل على السوق وبتطلع وبتفوت وما بتخلي مشوار، وقت بيجي وقت الصلاة بتلاقيها حطت كرسي وصارت تصلي على القاعد. انه شو مشانك حجة؟ كاشفينك نحن ها؟ حتى انا كاشف الشباب اللي عم يطبقوا بنات بالتعليقات وكاشف كل مين عم يحط ديسلايك. شعبنا بس يركب المصعد بيقول يا لطيف بركي هلا وقع فينا. الشعب بيحب الاكشن يا اخي، مو عنا يعني عند الحلبية اذا فتح محل فروج بالشارع ثاني يوم بتنام بتفيق بتلاقي كل الشارع صار محلات فراريج. على فكرة هي عادة بشعة بالشعب عنا انه بيفتح محل ثاني يوم بتلاقي كل الشارع صار فاتح نفس هذا المحل. فلانة ولدت وجابت بيبي، خير كانت حامل؟ لا والله نزلت البيبي من اليوتيوب. اغلظ عادة لما تكون طالع من الفحص واهلك يسالوك شو اجاك بالامتحان وكيف جاوبت، وعاد انت بقى تذكر الاسئله والاجوبه وعاد تستلقى كفوف من امك وابوك، امك تقول لك يفضى عينك شو حمار هسه امبارح كنت عم درسك اياه لهذا السؤال. لهون بيكونوا خلص تعليقات اليوم، شكرا كثير لكم، شكرا كثير لتعليقاتكم اللي كانت كثير حلوه ومهضومه. سؤالي لكم للحلقه الجايه سالتكم اياه لما كان في عندي 50,000 مشترك، بمناسبه انه صرنا 150,000 مشترك رح ارجع اكرر السؤال باعتبار انه انتم بتكرهوه لملك جمال سوريا عبد الله الحاج. اذا اجتمعت مع عبد الله الحاج بالشارع او تركوك انت وياه لحالكم بغرفه شو ممكن تعمل معه؟ طبعا تعليقات تكون محترمه بس بطريقه اهانه جيده، واكيد ما بننسى انه فيك تعلق تعليق واثنين وثلاثه وعشرة، فرغوا طاقتكم بالتعليقات، بس طبعا على عبد الله الحاج مو علي. اما هلا خلونا نطير لفقره حكمه وعبره.
بالفترة الأخيرة درجت موضة الإلحاد بشكل كبير، وخاصة عند الشباب العرب بأوروبا. طبعا هذا السبب لأنه أغلبهم عم يكون في عندهم ظروف صعبة، يا أما نقص بالمصاري، يا أما بيكون دايخ خلقه، يا أما بيكون كذا. طبعا الإلحاد هو إنه أنت ما بتعترف بوجود الإله، يعني إنه أنت بتصير إنه خلص أخي ما في رب وأنا لحالي عايش وكذا. فشو الترتيب عزيزي يعني؟ عايش بأوروبا يعني، عايش بأوروبا يعني، شو مشان اللي عايشين بسوريا؟ وحابب أعطيكم مثال كتير حلو. أنا بحياتي ما توقعت إني أصير بكندا، ولكني هلا عايش بكندا وعايش أحلى عيشة الحمد لله، مع أنه بحياتي ما توقعت إنه أوصل لكندا. أما الشيء الثاني فشوفوني بحياتي ما توقعت إني انشهر، وهلا صار في عندي 150 ألف سبسكرايب والعدد عم يزيد بشكل يومي، فصدقوني أنا بحياتي ما توقعت أوصل لهذا المستوى. بالتالي خلي أملك بالله كبير، وخلي عندك هدف، وخليك عم تطاحش وتقدم وتعمل وتساوي، واكيد حتوصل للشيء اللي بدك اياه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفروه فليتوبوا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لهم بتكون قصة حلقة اليوم. شكرا كثير لكم، شكرا كثير لتعليقاتكم اللي كانت كثير موضوعية وحلوة، ولكل تفاعلكم. مثل ما قلت لكم هدفنا هو 25,000 لايك، بالإضافة لتوصيل القناة ل 200,000 مشترك، ونشر هاشتاج توصيل محموديشكو لنصف مليون مشترك. وتحياتي لكل الشعب السعودي ولكل الشعب السوري ولباقي الشعوب ولباقي الدشكاوية. بدي منكم هذا الفيديو تنشروه على كل الفيسبوك. استنوني يوم الأحد بالتجربة الجديدة، وسلامات. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley.